ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دلوقتي احنا ذنبنا ايه في اللي عايزه تطلع ترند زي بتاع الكشري، واللي عايزه تطلع الناس كلها تتكلم عليها وعايزه تطلع ترند؟ احنا ذنبنا ايه في الليله دي كلها؟ يعني انا ذنبي ايه؟ مواطنه اجي ابص على الفيس بالليل وانا متدفيه كده في سريري واشوف ايه الاخبار في الدنيا فيها ايه؟ الاقي واحدة قال ايه اسمها اماني، هاركليز اماني، قال ايه انقذت اسرة مكونة من 6 افراد ولا مسكت الحديدة من الراجل، وشيء الهي كده يعني الهمها في نفوخها كده ان هي ايه تكسر الازاز وتنزل وتنقذ الناس وتعمل انعاش للاطفال، وبعد كده بطولها والرجاله واقفين ومحدش حتى لا ومحدش فكر ان هو ينط معاها ينقذ معاها الاطفال حتى يا عيني. انا عماله اسال نفسي واقول بنتي يا بسمه، ازاي يعني هو معقول يعني هي تعمل كل ده؟ جاها قلب ازاي تنط في الميه لوحدها من غير حد ما يقول لها استني ده انا جاي معاكي؟ وقال ايه كمان ربنا يعني اداها كده في نافوخها يعني الهام ان هي تاخد الحديده من الراجل. لقت الحديده، واحد شايل الحديده وواقف ما بيعملش حاجه، بيصور بس، واقف بيصور بس. قامت قايله لما اخد منه الحديده وقلت بقى ايه اكسر الازاز انقذت الاطفال، كانوا خلاص منفوخين، كانوا هيموتوا، وانقذتهم هاركليز اماني. زينة فاكرين يا ولاد زينة وهاركليز؟ احنا ذنبنا ايه بقى؟ يعني احنا كشعب هيفضل الترند بتاع اماني هاركليس ده لمدة شهرين 3 قدام. احنا ذنبنا ايه يا جماعة؟ يعني هي واحد يا جماعة مش معقول بقى كده يعني هم بيستخفوا بعقلنا قوي قوي. كل من هب ودب عايز يطلع يعمل قصة ورواية وحكاية يعملها ترند، يعني حاجة مش حلوة والله، حاجة دمها تقيل. وبعدين ده اولا، ثانيا يعني الواحد بيبقى جاي بالليل وينام العيلتين، او العيال يناموا بعد الفجر، بعد كل فجر، والواحد ينام له ساعة ومثلا يقوم يشوف شغله، ولا يقول ايه اما استمخمخ شوية اشوف الدنيا فيها ايه، الفيس فيه ايه، ابص الاقي الفيس مليان ناس عايزه تطلع ترندات ويتفشخروا على قفا الناس وخلاص. طب احنا بقى كشعب غلبان مطحون طالع ميتين ابونا في الفرخه اللي بقت ب200 جنيه، ده نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ يعني احنا بقى نروح نموت نفسنا ولا نعمل ايه؟ ولا نستنى الايه زينة وهركليز، نستنى مدام اماني هركليز تطلع لنا بالترند؟ والله انا بصور من المطبخ، انا قاعده كده مع نفسي، قلت يعني معقول لقيتهم بقى بيكدبوا اماني؟ انا سمعت القصه دي وانا نايمه على السرير، انا القصه سمعاها وانا نايمه بمخمخ على السرير. وبعدين بقى وانا قاعده بقى في المطبخ كده برضو مع نفسي بعد ما نمت العيال وبمخمخ، لقيت برضو في الفيس اماني كدابه يا ولاد، اماني هركليز، ده اماني كدابه وطلعت ليلى تكدبها وتقول ده رشتني عايزه، بتقول لي بس يا بنت انت تتصوري مع المحافظ يعني هي هتستفادي من الصور مع المحافظ؟ انا نفسي افهم، هي يعني نفسي افهم انت هتديها 70,000 جنيه منين؟ ما انا عايزه افهم انت رشتيهم كل ده ليه؟ يعني ليه يا بنت يا اماني؟ هيه ليه يا بنت؟ ليه يا بنت لما انت معاكي الفلوس دي يا بنت عايزه تطلعي ترند ليه يا بت؟ ما انت بترشي الناس اهو، بترشي الناس اهو يا بنتي يا اماني، وفاضيه وبتعملي حوارات يا اماني على الشعب الغلبان. فاكرين يا جماعه الواد بتاع الكشري بقى مليونير يا ولاد، بقى مليونير. يعني انت ضحيتي ب70,000 جنيه يا اماني؟ طب يا اختي هاتي 70,000 جنيه، هاتي 70,000 جنيه وملكيش دعوه يا اماني، وانا هطلع اقول لك وابصم لك واعترف لك ان انت انقذت الناس يا هركليز. وانا عماله اقول ما معقولة؟ يعني هي البت دي قلبها جامد قوي كده تنط في الماء؟ ده الدنيا ساعة حتى، ده الواحد متكلفت في مليون ألف غطا، مليون ألف لحاف وردان. طب وهي البت هنت عليها نفسها تروح تنط في المية؟ بتغطي حلو يا بنتي يا أماني، غطي توتة حلو يا بيت، بغطيها حلو يا بيت قبل ما تنام. باي باي.